نروح للجمهوريه. عبد الله السعيد عامل حوار في الجمهوريه بيقول مفاوضات الاهلي والزمالك شائعه، يعني انا لا اتفاوضت مع الاهلي ولا اتفاوضت مع الزمالك ولا موجود في النادي الاسماعيلي. تحت الحوار بتاع عبد الله السعيد تحتيه بيدوب ما فيش 3 سم في الجمهوريه برضو الزمالك يفاوض عبد الله السعيد. طيب نصدق عبد الله السعيد اللي في الجمهوريه ولا نصدق الجمهوريه اللي بتقول ان الزمالك يفاوض عبد الله السعيد؟ بكده ونروح للفقره الثانيه في الشروق. الشيخ رفض تحديد ثمن شارة البث اللي هي خاصه بالمباريات. الموقع الرسمي لاتحاد الكوره كان قال كابتن سمير زاهر انهى ازمه البث الفضائي واتفق على ثمن شارة البث. طيب ايه الكلام وايه الاختلاف؟ وبعدين لو اسامه الشيخ رفض تحديد ثمن اشاره البث، اتحاد الكوره ازاي هيعمل المزايده بتاعت الرعايه؟ هتبيع ازاي المنتج منقوص؟ المنتج كده ناقص ثمن اشاره البث. وده نفس الكلام اللي كان بنتكلم فيه في المزايده الاولانيه اللي اتعادت واللي اتلغت، واتقال ساعتها ان المزايده ناقصه ثمن اشاره البث. طب ازاي هيتم طرح المزايده الجديده وهي لسه ما اتفقناش مع الاذاعه والتلفزيون على ثمن اشاره البث؟ يا رب المسؤولين في اتحاد الكره يتداركوا العمليه دي خلال الفتره اللي جايه عشان ما نقعش في نفس الازمه اللي اتكررت في اول مناقصه. نروح للوفد. بتروجيت يوافق على المشاركه في البطوله العربيه. عماد دوري العرب افضل والانديه المصريه عانت من التحكيم الافريقي. عماد مين؟ انا ما اعرفش. دوروا معايا على حد في بتروجيت اسمه عماد مش هتلاقوا، لا في الجهاز الفني ولا في الجهاز الاداري ولا في اداره الشركه، ولا ممكن يبقى حد عامل شغال في الشركه. انا قعدت مسكت الخبر قعدت ادور على مين اللي معمول له تصريح دوت ان دوري العرب افضل والانديه المصريه عانت من التحكيم الافريقي. ما لقيتش اي عماد في الخبر. لقيت ان في كلام المدير الاداري اسمه طارق حماد. فهل هو عماد دوت هو طارق حماد؟ بكده خلصت فقره على الورق، ونطلع لفاصل ونرجع مع بعض على الصفحه الاولى. رجعنا لكم تاني على الصفحه الاولى. عندنا من المصري اليوم تصريح مش جديد على الكابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته في الصفحه الاولى في المصري اليوم بيقول الهزيمه امام قطر كشفت وجود اخطاء في كل المراكز. التصريح اللي قاله كابتن حسن شحاته ده زي ما بقول مش جديد عليه، لان هو بعد مباراه النيجر وبعد الخساره من النيجر قال في المصري اليوم برضو الحضري هو الراجل الوحيد في لاعبي المنتخب. يعني الكابتن حسن شحاته بعد مباراه النيجر قال الحضري هو الراجل الوحيد في لاعيبه منتخب مصر. يعني الحضري كان هو اللاعب الوحيد اللي في مركزه سادد واللي ظاهر بشكل كويس. طيب يا كابتن حسن، ما هو ده الكلام اللي انت قلته بعد الخساره من قطر. بعد مباراه النيجر قلت كنت اول واحد بيتكلم واتكلمت، ولما جت الناس اتكلمت انت اللي قلت لا ده الناس بتهاجمني وبتاع، مع ان انت كابتن حسن شحاته اول ناس قلت كده. وبعدين ده مش جديد. انت ايه الجديد ان انت قلت اللعيبه عندها المراكز؟ طب انت عملت ايه من مباراه النيجر لغايه مباراه قطر؟ هنستنى لغايه لما نيجي نشوف نفس الاخطاء اللي احنا شايفينها قدام الشاشه، خطا من وائل جمعه وخطا من عبد الواحد السيد. هنستنى لما نشوف الخطا ده بعد مباراه جنوب افريقيا، وتطلع بعد مباراه جنوب افريقيا في منشط مكرر ومنشط متعاد وتقول يا الهزيمه من جنوب افريقيا كانت بسبب اخطاء كل المراكز. طب انت دورك فين يا كابتن حسن؟ انت المفروض قدامك وقت. مش عايزين، احنا ما بنتصيدش الاخطاء، مش عايزينك تغلط، عايزينك تبقى ماشي كويس، عايزينك تكسب، لان احنا محتاجين نفرح مع منتخب مصر. احنا ما حدش مستني لك غلطه، بس احنا بننتقدك زي ما انت بتنتقد. انت اول واحد بينتقد لعيبتك، اول واحد طلعت في وسائل الاعلام بعد مباراه النيجر قلت منتخب مصر ما فيهوش راجل غير عصام الحضري. نروح من حسن شحاته وكلامه على المنتخب لمجله الزمالك. في منشط يعني شايفه تقيل قوي في مجله الزمالك، بيتكلم طبعا قبل الغاء قرار ال30 والعوده لل25. بيقول اتحاد الكره يتآمر على الكره المصريه بلائحه ال30 لاعب. القرار الفاسد يسعى الى تحقيق مصالح ابناء ابليس. طبعا عيب ان احنا نقول على اي منافسين ان هو ابناء ابليس او ابن من ابناء ابليس.
احنا لما نبقى بنحرر مجله زي مجله نادي الزمالك بيمسكها اكتر من كام مليون مشجع لنادي الزمالك، ونكتب لهم جمله زي كده في المنشط الرئيسي بتاع المجله، يبقى احنا بنسير جماهير نادي الزمالك، بنقول لهم احنا صوت العقل، بنقول لهم لا اضربوا كسروا خربوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، واحنا اللي بنسخنكم، احنا العقلاء، احنا صوت العقل اللي من الداخل، بنقول لكم ان اتحاد الكوره بيجامل ابناء ابليس. مين هم ابناء ابليس دول؟ ما ينفعش الكلام دوت. الكلام دوت عيب ان هو يطلع بمطبوعه بتحمل اسم نادي الزمالك، عيب. يا ريت الناس كلها تاخد بالها هي بتكتب ايه. احنا داخلين على مباراه صعبه يوم 30 ديسمبر الجاري بين الاهلي والزمالك. مش عايزين المانشيتات ديت لا تبقى في مجله الزمالك ولا غير مجله الزمالك، عشان ما نصدرش ازمه جديده للمدرجات، عشان الجماهير ما تعملش اي اشياء خارجه عن النص ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. نروح من مجله الزمالك للجمهوريه. الصقر اللي هو احمد حسن يقاطع عبد الحفيظ. الصقر احمد حسن بيقاطع سيد عبد الحفيظ بسبب عقوبه ال50,000 جنيه اللي وقعها عليه بعد ظهوره مع الكابتن مدحت شلبي في مودرن. طبعا الخبر بيقول ان الكابتن احمد حسن زعل وعاتب سيد عبد الحفيظ، قال له يعني شيل الغرامه، ده انا يعني بعيد عن المباريات وما يعني مش هبقى مضر في حاجه، وبعدين انا طلعت ما اتكلمتش. قال له لا ده مبدا. فالصقر على حد قول الجمهوريه ما عجبوش الكلام، فقاطع سيد عبد الحفيظ ويعني وما بيكلمهوش خالص. سيد عبد الحفيظ بقى في الاهلي .com بيقول حاجه ظريفه. عبد الحفيظ: الصقر قيمه كبيره في الاهلي، والغرامه تطبيق للائحه وليست عقوبه. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول الغرامه مش عقوبه. طب الغرامه ايه غير عقوبه؟ يعني ما ينفعش نقول الغرامه مش عقوبه، لا الغرامه عقوبه. بكده خلصت الصفحه الاولى، وتعالوا مع بعض نروح نشوف قلم مين في ايه. قلم مين النهارده انا خدت فقرتين. الفقره الاولى الاستاذ محمود معروف من الجمهوريه بيقول: صدمت عندما علمت ان ايمن حفني لاعب مصر المقاصه هارب من التجنيد بعد ان تم تجنيده، وانه قام بتغيير اسمه وقام بتزوير بعض الاوراق لكي يتخفى عن الانظار. في الجمهوريه تصريح يعني بيقول: شحاتة اعترف لزاهر بان استبعاد شيكابالا كان تربوي. طيب استبعاد شيكابالا يا كابتن حسن قرار تربوي عشان تمارض وما راحش المنتخب؟ طيب وايمن حفني هارب من التجنيد بسبب التزوير على حد قول الكابتن او الاستاذ محمود معروف، واحد مزور تضمه وتجامله تضمه لان هو ينضم لمنتخب مصر ويمثل منتخب مصر. منتخب مصر ده قيمه كبيره يا كابتن حسن شحاته، ما ينفعش يبقى في واحد مزور اي تزوير باي شكل من الاشكال يبقى بيلبس فخذ مصر، فانيله مصر ليها قيمه كبيره جدا. انا بحيي المؤسسه العسكريه بقرارها بعدم سفر ايمن حفني مع المنتخب الوطني في قطر، لان ما ينفعش. بكده خلصت الفقره الاولى من قلم مين، ونروح مع بعض للجمهوريه برضو. عندنا دوري للاستاذ جمال مكاوي بيقول: في دوري البدلاء يمكن ان يكون احسن تهذيب واصلاح للمتخاذلين والمتهاونين ولنجوم الدلع. طيب يعني دوري البدلاء اتلغى، هو دوري البدلاء هيبقى اصلاح وتهذيب؟ هو احنا في اصلاحيه ولا في سجن يا استاذ جمال؟ طب تعالوا بقى نشوف مع بعض الفيديو ده ونشوف ازاي هيبقى في اصلاح وتهذيب في الملاعب بتاعتنا. بص، خناقه في مباراه بهتيم وشبين، اللعيبه بتدب في بعض وبتضرب في بعض بشكل خارج عن الاخلاق. طريقه طبعا ما يصحش تبقى موجوده في ملاعبنا. اتحاد الكره غافل عن هذه الاحداث، غافل عن هذه الاشياء. بدل ما احنا نقول دوري بدله وهنعمل دوري بدله وهنلغي دوري البدله، نشوف ازاي. بص المدير الفني بيضرب باللاعب بتاعه ازاي، بيضربه يعني كأن انت بتتخانق مع واحد. ده مش طريقه تربويه، دي مش طريقه سليمه في اللي تتعامل مع ده لعيب. يعني الراجل ده ممكن بعد سنه نلاقيه في الدوري الممتاز. هيظهر ازاي قدام اهله وناسه في الحته اللي هو ساكن فيها لما المدير الفني بيضربه بالقلم، بيصفعه بالقلم على وجهه؟ طبعا كلام ما ينفعش. انا بطالب اتحاد الكره بدل ما تفكر في دوري البدله، بدل ما تفكر ازاي تزود الدخل بتاعك، فكر ازاي تعمل حاجات تمنع بيها الكلام دوت. ازاي تثقف المدربين ان هم ما يضربوش لاعيبتهم بالشكل المهين دوت.
بكده خلصت قلم مين، وتعالوا مع بعض نروح نشوف وجهة نظر فيها ايه. وجهة نظر النهارده معانا بعنوان على قد لحافك مد رجليك. يعني انا بقول للانديه النهارده بدل ما تجيب لعيب ب7 8 مليون وانت مش قدها، دور على لعيبه تحت بمبالغ يعني قليله شويه. شفنا الزمالك جاب محمد ابراهيم 2007 من كروم جاناكليس، جابوا بطقم فانيلات وكور. شفنا نادي دمنهور باع جده للاتحاد السكندري ب5000 جنيه فانيلات وكور. كده خلصت فقرتنا، وبكره ان شاء الله في حلقه جديده مع زميل جديد، وتصبحوا على خير.